التعداد النقطي. يمكنك عمل تعداد نقطي أي إضافة نقط قبل الفقرة، وذلك كما يلي: حدد النص الذي تريد عمل تعداد نقطي له، ثم انقر على هذا السهم واختر أي تعداد من التعدادات النقطية الموجودة. اختر هذا الشكل على سبيل المثال. يتم عمل تعدادات نقطية لجميع الفقرات. يمكن إضافة فقرة جديدة ويتم عمل تعداد نقطي افتراضي. اضغط على انتر. يتم الإكمال في التعداد النقطي. اكتب مثلا اسم الفقرة الجديدة، مثلا تعلم على سبيل المثال وورد 2007. إذا ضغطت على انتر يستمر العمل بإضافة الفقرات النقطية. اضغط على انتر مرة ثانية لإلغاء التعداد النقطي. التعداد النقطي المخصص. يمكن عمل تعداد نقطي مخصص، وذلك كما يلي: يمكن تخصيص مستوى على سبيل المثال ضمن التعداد النقطي. حدد هذه الفقرات الأربعة التي هي عبارة عن فروع من تعلم أوفيس 2007. حددها ثم اختر نفس هذا السهم، ثم اختر تغيير مستوى القائمة. يمكن اختيار بدلا من المستوى الأول المستوى الثاني. اختر المستوى الثاني على سبيل المثال. لاحظ تم إزاحة هذه الفقرات لتصبح كأنها فروع من تعلم أوفيس 2007. حدد الآن الفقرات الأساسية الخمسة. يمكن تغيير شكل التعداد النقطي. اختر هذا السهم واختر تحديد تعداد نقطي جديد. الآن يمكنك عمل تعداد نقطي. اختيار رمز جديد بدلا من الرموز الموجودة. يمكن اختيار أي رمز من الرموز الموجودة. على سبيل المثال سوف نختار هذا الرمز ثم ننقر على موافق. لاحظ هذا الرمز يمكن جعل محاذاته إلى اليسار، أي يكون إلى اليسار، أو توسيط. لاحظ هنا أو إلى اليمين. لاحظ يظهر على اليمين. يمكن تغيير حجم الخط الخاص بهذا الرمز. اختر الخط ثم غير حجم الخط إلى أي حجم، وكذلك يمكنك تغيير لون الخط الخاص بالتعداد النقطي. سوف يظهر الآن مربع حوار خط. يمكن تغيير حجم الخط إلى أي حجم، ولاحظ يتغير مباشرة. لاحظ هنا حجم الخط. كذلك يمكن تغيير لونه. اختر اللون، أي لون تختاره. اختر اللون الأحمر. انقر على موافق ولاحظ المعاينة. يمكن النقر على موافق وملاحظة الآن التعدادات شكلها الجديد. يمكن بدلا من تعداد النقطي برمز، يمكن تحديد الفقرات واختيار أي صورة كتعداد رقمي أو تعداد نقطي كما هو واضح هنا. اختر نفس الزر واختر تحديد تعداد نقطي جديد. اختر صورة معينة على سبيل المثال. يمكن اختيار صورة من الصور الموجودة، أو يمكن استيراد صورة معينة باختيار زر استيراد وتحديد مكان الصورة. يمكن اختيار أي صورة من الصور الموجودة هنا لديك. اختر على سبيل المثال هذه الصورة ثم انقر على موافق. لاحظ هذا الشكل. يمكن جعل التوسيط أو المحاذاة توسيط. انقر على موافق. لاحظ هنا تم وضع هذه التعدادات النقطية وهي تعتبر كصور. التعداد الرقمي. يمكن عمل تعداد رقمي لعدة فقرات، وذلك كما يلي: حدد الفقرات المطلوبة، مثلا جميع الفقرات على سبيل المثال، ثم اختر من هذا الزر تعداد رقمي بأي شكل من الأشكال الموجودة. اختر ألف باء تاء أو ABC أو 1 2 3 على سبيل المثال. اختر هذا الشكل ليتم عمل تعداد لجميع الفقرات. الآن إذا اخترت آخر فقرة وضغطت على انتر يتم إضافة فقرة جديدة إن أردت ذلك. لإلغاء الترقيم أو الاستمرار في الترقيم اضغط على انتر مرة ثانية. الآن لجعل الفقرات تعلم وورد وإكسل وباوربوينت وإكسيت عبارة عن جزء من الفقرات الثانية، حددها ثم اختر من هذا الزر تغيير مستوى القائمة. اجعله مستوى ثاني على سبيل المثال. اختر المستوى الثاني أو مستوى A. لاحظ أصبحت كفروع للفقرة الرئيسية أو الترقيم الرئيسي وهو 5 كما هو واضح هنا A B C D. التعداد الرقمي المخصص. يمكن تعديل شكل التعداد الرقمي، وذلك كما يلي: حدد الفقرات التي تريد تعديل التعداد الرقمي لها، ثم انقر على هذا السهم والخاص بالتعداد الرقمي، ثم اختر
تحديد تنسيق رقمي جديد. الآن يظهر الترقيم الموجود لديك، يمكن اختيار أي ترقيم تريده. اختر ألف باء جيم، لاحظ هنا ألف باء جيم. يمكن تغيير بدلا من نقطة بعد الحرف أو الرقم، يمكن اختيار أي شكل تريده، على سبيل المثال إشارة المساواة على سبيل المثال. يمكن جعل المحاذاة إلى اليسار أو توسيط أو إلى اليمين كما تريد. انقر على موافق، وإذا أردت تعديل الخط انقر على الخط كما عدلنا في خط التعداد النقطي. انقر على موافق. الآن لاحظ الشكل الموجود هنا. الآن بالنسبة للفقرات الجديدة، يمكن على سبيل المثال تحديد الفقرات الجديدة، ثم النقر على هذا الزر، ثم اختيار تنسيق إن أردت ذلك. اختيار أي تنسيق من التنسيقات الموجودة. اختر أي تنسيق، على سبيل المثال هذا التنسيق. لاحظ هنا قمنا بإنشاء تنسيق خاص بهذه الفقرات، مختلفة عن تنسيق التعداد الرقمي لفقرات أخرى. إذا يمكن استخدام أكثر من تنسيق واحد داخل المستند. القائمة متعددة المستويات. يمكنك إنشاء قائمة أو تعدادات متعددة المستويات، وذلك كما يلي. لاحظ أن برامج تعلم وورد وإكسل وباوربوينت وأكسس هي ضمن تعلم أوفيس 2007. يمكن الضغط على تاب لعملها كجزء من تعلم أوفيس. كذلك بالنسبة لشرح الجداول والنماذج والتقارير هي جزء من برنامج أكسس. اضغط على مفتاح تاب مرتين لتصبح جزء من برنامج أكسس. الآن علم على جميع الفقرات. لاحظ هنا تاب وهنا 2 تاب أو مسافتين باستخدام مفتاح تاب. انقر على هذا الزر واختر أي شكل من الأشكال الموجودة هنا على سبيل المثال. يمكن اختيار أي شكل من الأشكال الموجودة هنا لاعتمادها خلال العمل. اختر هذا الشكل ليتم تطبيقه. لاحظ A B C D E ثم I و2 I و3 I ثم A B C هنا على سبيل المثال. إذا اخترنا هذا الشكل كنمط للقائمة.